مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نقدم لكم خبز التوست. لتحضير هذا الخبز غادي نحتاجو 500 غرام ديال الطحين فورس، معلقه ديال الخميره فوريه، معلقه كبيره ديال السنيده ديال السكر سنيده، عندنا هنا 2 معلقات ديال الزبده، عندنا هنا حليب حسب الخليط، عندنا حليب دافي. غناخدو الخميره غنضيفو هنا، غنضيفو عليها السكر، ناخدو شويه ديال الحليب دافي، غطينا دابا بالبلاستيك الغذائي، غنخليه واحد 5 دقائق تتفاعل لنا الخميره حدا نعجنو. نغربلو الطحين، نديرو شويه ديال الملحه، انا درت هنا نص معلقه صغيره، غنضيفو الخميره بعد ما تفاعلات، هي السنيده، غنبداو نضيفو الحليب بشويه بشويه تيجمع لينا العجين. يكون الحليب دافي كنبقاو نعجنو نزيدو بشويه بشويه تنشوفوا القوام ديال العجين بدا غنزيدو دوك 2 معالق ديال الزبده شويه بشويه. نتوما الشكل ديال العجين كيفاش كيبقى رخو. غنخليو دابا تيخمر ويتضاعف الحجم ديالو، كيبقى تيتلصق. دابا غادي نغطيوه ونخليوه يخمر. بعد ما خمر تضاعف الحجم ديالو، دابا غندوزو باش نشكلوه. غنرشو شويه ديال الطحين باش ما يلصقش لينا. غنشكلو العجين، ونجيبو واحد نحيدو منو الهواء ديال الخميره.
كما رشينا شويه ديال الطحين غنطلقوه بالمدلك على حساب القالب اللي غنديروه فيه. غادي نلويو بهذا الشكل. نشدو هاد الجناب مزيان ونرقو عليهم. باش ما يتحلش. نجيبو المول اللي غنديرو فيه شويه ديال الزيت، واخا دايره هاد القاعد ديال لاطا غندهن شويه الزيت. الا ما كانش عندكم القاعد تقدروا دهنوا المول وترشوه بشويه ديال الطحين. بسم الله. غنقادو شويه دابا غادي نغطيو ونخليوه تيخمر. ها هو الطوست ديالنا ملي خمر ما ضاعف الحجم ديالو. دابا غندهنوه بشويه ديال الحليب، غير بشويه باش ما يهبطش لينا مع خامر. ندهنوه من الجناب. دابا غادي ندخلوه للفران يطيب. ها هو الخبز ديال الطوست ملي خرج. دابا غنخليوه تيبرد عاد نقطعوه نوريكم الشكل ديالو. ها هو الشكل ديال الخبز كيفاش كيجي. دابا غادي نقطعوه شوفوا كيفاش غادي الشكل النهائي ديالو. ها هو الخبز ديال الطوست اللي صايبنا. يعني هو ملي تحيدوه من الفران، تجبدوه من الفران تحيدوه من المول وتحطوه تيبرد. الا خليتوه في المول كيعرق ليكم، عاد تقطعوه ملي يبرد عاد تقطعوه. تقدروا تقدموه مع الكوفيتير ولا شويه العسل، كل واحد وشنو مع اش تيبغي ياكلو. نتمنى يعجبكم وما تنساوش تدعمونا بلايك والاشتراك في القناه، وشكرا.